جماعة في حاجة نسيت أقول لكم عليها بس في القصة بتاعت ماتش الزمالك والإسماعيلي دي. خوان بيزيرا ما خدش إنذار. أنت عارف ده معناه إيه يا صاحبي؟ طبعا صلى على الرسول الأول عشان أنا وأنت ناخد حسنات. وانزل اعمل لي لايك واشترك في القناة. واخد بال حضرتك وشغل الدنيا معايا كده زي ما أنا مشغلها معاك. يعني إيه خوان بيزيرا بقى ما ياخدش إنذار إن شاء الله؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي معلش بس عشان عايز حد يفهمني. واخد بالك انا طبعا فاهم ان الواد شقي وخطر. وراح في الكره الاولى بتاعه ضربه الجزاء قال له انت هتدهني بالادب ولا خدها منك بقله الادب. واخد بالك فالواد مدافع الاسماعيلي قال له يا عم احنا اسفين عليك وقام شده من قفاه. واخد بالك الواد قطمه في الارض برضه. خدت بالك خدها منه ازاي؟ هو يا جماعه بيزيرا ده انا عايزه يلعب قصاد الاهلي لان حاله دفاع الاهلي كارثيه. تخيل بيزيرا ده هيلعب على كوك، انت متخيل ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني انت متخيل في اندفاع الاهلي اللي انا متوقعه، لان انا واحد من الناس متوقع اصلا ان ماتش سيراميكا ده ما يخلصش بشكل كويس بصراحه. انا متوقع ان ماتش سيراميكا يعني الاهلي هيتاذى فيه جامد. فاهم ازاي؟ ان ما كانش هيتعادل هيخسر كمان. طب ماتش الحرس كابتن عبد الحميد بسيوني اصلا مدرب، يعني واخد بال حضرتك انت ازاي عامل موسم مش وحش خالص. تعادل مع بيراميدز وبيقف تحت الكوره وبيطلع وبيقدر يأذي المنافسين بهجمات مرتده منظمه، وده اخطر حاجه على الاهلي. الاهلي لما في فرقه مرتبه نفسها كده بتطلع بالكوره صح بتروح وبتجيب في جوان عادي جدا، وادينا شفنا في اخر 5 ماتشات. فبالتالي ماتش سيراميكا وماتش الحرس حتى انت مش ضامن تطلع بالست نقط. في اضعف الايمان يا سيدي كسبت واحد وخسرت واحد، خسرت ال3 نقط. فانت جاي لي وتفعك الصلاه على النبي هنقول داخل فيه 10 تجوان. انا متوقع ان انت يدخل فيك في الماتشين دول 3 تجوان على الاقل كاهلاوي، يعني كفرقه الاهلي. فانت جاي لي متوقع بقى ان انا اخوان بيزيرا ده. انا لو خد انذار في ماتش الجون اتمنى ما ينزلوش اصلا يا عم ماتش الجونه ده. بتكلم بامانه. اعتمد يا عم رجع شيكو بينزا معلش اديله الماتش ده. والعب بعبد الحميد معالي ما عنديش اي مشكله. العب بادم كايد بقى 10 واديله وريح الناس كده. ريح عبد الله شويه وريح الرجاله في ماتش الجونه عشان تنزل للاهلي بمخمخه. لان احنا ما ينفعش نخسر من الاهلي. الاهلي هينزل ضاغط عليك ضغط التنين وده اللي انا بتمناه. يعني انا بتمنى في الماتش ده نقف تحت الكوره. ده الماتش الوحيد اللي عايزين نقف تحت الكوره. الاهلي هيضغط عليك لان انا بتوقع هيبقى جاي من ماتشين كارثه اذا كان سيراميكا او اذا كان الحرس. فبالتالي هيبقى فيها هجمات ومساحات لبيزيرا وناصر ماهر وعبد الله السعيد وعدي الدباغ. هتبقى حفله من 29. واخد بالك عايز اسمع رايك. انت هتعدي من الماتشين بتاع سيراميكا والحرس ولا لا؟ ولما تقابلني هتكسبني ولا لا؟ سلام.